والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة الأستاذ نبيل فلاتة، أمين عام رابطة فرق الأحياء للدولة العربية السعودية، السيدات السادة الحضور الكريم، إخوة الحضور، إدارة الفرق، الضيوف الأعزاء، نرحب بكم في حفل افتتاح بطولة رابطة فرق الأحياء وتدشين أولى أعمالها وباكورة بطولاتها. خير بداية لكل بداية، آيات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. نرحب بكم مرة أخرى في هذا الحفل الذي لا يعد مجرد حفل افتتاح وانطلاق بطولة كروية، وإنما هو ترجمة وتحقيق لحلم طال انتظاره. عمل على هذا الحلم الكثير من الرجال الأوفياء المخلصين، تحملوا الكثير من المشاق، بذلوا الكثير من الجهد، قدموا الكثير من الفكر من المال ليكون النشاط الكروي في أحياء المملكة العربية السعودية له بذلة تحتويه تنظمه وتسهم في جلب ثماره بالشكل الصحيح والشكل المطلوب، وتجعل الاستفادة منه استفادة كاملة. الآن الأستاذ فهد الفريج رئيس رابطة فرق الأحياء بمنطقة الرياض يلقي كلمة.
بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ضيوفنا الكرام، رائع لنا الأستاذ جميل البلاثة، الأخوة الزملاء، أبناء اللاعبين، يسرني وصلت عن نفسي ونيابة عن جميع أعضاء فرق أحياء منطقة الرياض أن نرحب بكم في حفلنا هذا، والذي نعتبره أول خطوة إلى النجاح في مستقبلنا القادم إن شاء الله. وأخص بالترحيب من لبى دعوتنا وحضر عهدنا هذا. في هذا اليوم لا بد لنا نحن أعضاء الرابطة ورؤساء فرق ولاعبين منطقة الرياض ونتقدم بالشكر الجزيل لكل من سعى وعمل على جعل حلم رابطة الحياة حقيقة نلمسها ونعيشها. اخواني وزملائي الحضور، ان رابطه فرق احياء الرياض وجدت لكي تكون هي المنظم والمطور والراعي لكل موهبه من مواهب منطقتنا، وكذلك هي المساعد الاول بعد الله في الاخذ بايدي الفرق واللاعبين في احياء مدينه الرياض لكي يقدموا كل ما لديهم من امكانيات. واسمحوا لي ان انتهز هذه المناسبه الطيبه لكي يتقدم بالشكر لكل من وضع الثقة فينا كرابطة ورؤساء الفرق وأبناء منطقة الرياض حتى نكون نمثل لهم في كل ما يخص أعمالهم وطموحاتهم في تطوير فرقهم ولاعبيهم وملاعبهم. ونرجو الله تعالى أن نكون عند حسن ظنهم بنا. إخواني وزملائي حضورنا الكرام، إن هذه البطولة أقيمت لكي نتعارف من خلالها ونتنافس لتحقيقها بكل جد واجتهاد، وانني احث جميع زملائي ورؤساء الفرق واللاعبين بالتحدي بالخلق الرفيع والمنافسه الشريفه في مباريات البطوله، وسوف يكون شعارنا المحبه والاخوه بين الجميع. اشكر الجميع على حضورهم وتلبيه الدعوه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشكر الأستاذ فهد الفريج رئيس رابطة فرق أحياء منطقة الرياض. الكلمة الآن للأستاذ صالح عبد الله من فريق المعهد، وهو يلقي كلمة بالنيابة عن الفرق المشاركة في البطولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ جميل البلاثة، أمين عام الرابطة الرئيسية لأحياء المملكة، أصالة عن نفسي ونيابة عن الجميع ورؤساء ولاعبي الفرق المشاركة في البطولة، أرحب بكم في حفلنا هذا، أهلا وسهلا بكم بين أبنائكم وإخوانكم. نتقدم نحن رؤساء فرق ولاعبي منطقة الرياض بالشكر الجزيل لكل من ساهم وعمل على إنشاء وتكوين رابطة أحياء مدينة الرياض، ونخص بالشكر الجزيل رئيس الرابطة الأستاذ فهد الفريج لما قام به من جهد وعمل حتى قامت هذه الرابطة بلم شمل الفرق المشاركة من الشرق والغرب والجنوب والشمال. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. وقد كان جهد وعمل الأستاذ محمد المجرشي والأستاذ عاصم الخالد وجميع الزملاء في بدايات المطالبة بإنشاء هذه الرابطة لهم الأثر الكبير والمواد الأساسية لكل ما نحن فيه. بعد إعلان تأسيس هذه الرابطة وتدشين أعمالها، فلهم منا كل الشكر والتقدير لما قدموه، ونعدهم بأن نكون خير من واصل هذه الأعمال والنهوض بهذه الرابطة في مدينة الرياض. وهنا نحتفل بهذا اليوم بافتتاح أول بطولة رسمية لفرق أحياء مدينة الرياض تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم. اسمحوا لي أن أتقدم باسمي وباسم جميع الفرق المشاركة بالشكر والتقدير والإعفاء لشركة الأمل والمستقبل الرياضية، فهي من وقع معنا في هذه البدايات بالجهد والمال، فأقامت الاجتماعات والتنظيمات والإعداد لجميع ورش العمل التي قامت بهذه الرابطة
والشكر موصول لكم لحضوركم حفلنا هذا، وأعدكم بإذن الله بأن يكون الجميع في يد واحدة وتعاون مستمر ومحبة وإنجاح جميع فعاليات هذه الرابطة في هذه البطولة العالمية والمستقبل القادم بإذن الله، وحفظ جميع زملائي وأساتذة الفرق واللاعبين للتحلي بالخلق والرفيع والمنافسة الشريفة في مباريات البطولة، وأرجو الله أن يكون هذا العمل فيه الخير على كثير لأبناء مدينة الرياض ورابطة أحياء المملكة بشكل عام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الأستاذ صالح عبد الله من فريق المعذر. الآن تشاهدون عرضا مرئيا عن كرة الأحياء في الرياض بين الماضي والحاضر.
واليوم نختتم البطولة الأولى لفرق الأحياء بمدينة الرياض، ولا ننسى أن نشكر الله ثم كل من ساهم في إبراز وظهور هذه الرابطة إلى واقعنا بعد أن كانت كل للكثير منا. وإليكم أبرز الفرق المشاركة في هذه البطولة. ولا ننسى أن نشكر الله ثم كل من ساهم في إبراز وظهور هذه الرابطة إلى واقعنا بعد أن كانت كل للكثير الآن ندعو الأستاذ جميل اللاذة أمين معاهدة الأحياء الرئيسة للصعود هنا وإلقاء كلمته فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله. طبعا أنا كنت يعني مدعو دعوة على خامس الحفلة، وكان الحضور طبعا عبد الواقع يمكن زملاء بعض كانوا يعودون من جدة، ولكن قدر الله إني أحضر وأكون يعني صاحب الكلمة، ولكن فرحتي بوجودي معكم على فرحتين. الفرحة الأولى إنه العاصمة بالنسبة لنا كانت أساس وكانت تحدي، والتحدي يعني يواجه عدة صعوبات ويواجه عدة مشاكل، ولكننا كنا مصرين على أن نمضي يعني وأن تنشأ رابطة وتظل رابطة الرياض. فهذه الفرحة الأولى. الفرحة الثانية المنتظر يعني وإن شاء الله بحول الله أن تكون رابطة الرياض يعني لا تكون في المقدمة، تكون في مصاف المستقبل. يعني يمكن جدة الآن فيها 74 فريق. أتوقع بنهاية العام إن شاء الله بحول الله الرياض تلقى مقاولة وتتوحد الجهود بين الفرق بمختلف توجهاتها، وتكون رابطة الرياض إن شاء الله بحول الله من أميز الأمور. لازم الأخبار في إقبال بعض الفرق، والإقبال إن شاء الله سيكون أكثر وأكثر خلال العام القادم. انطلاقتنا يعني فيها يعني تحدي، ونحن إن شاء الله قابلين للتحدي.
التصنيف للفرق التي بادرت، التي سجلت، التي سوت الشروط. حيكون في دوري ذهاب وإياب على مدار ال7 أشهر الأولى. ستكون هناك بطولة أبطال، ستكون هناك بطولة دوري مكمل. هذه تقريبا الأشياء اللي يعني تأكدت، وبحول الله يعني ستكون برعاية من عدد من الشركات الكبرى في السعودية. وهذا مع يتيح بحول الله سبحانه وتعالى أن يكون مجال زيادة أعداد الفرق، زيادة إعطاء فرصة لمن أسس. أنا بقول دائما الذي أسس وساهم في التأسيس سيكون له الأولوية. الفرق التي تشارك في هذه الدورة والفرق التي تشارك في الدورة في السنة القادمة سيكون لها الأولوية أن تنضم إلى الفئة ألف، نسميها فئة ألف وفئة باء وفئة ث. أي فريق سيأتي بعد ذلك مهما كانت قوته، مهما كانت حظه، مهما كانت مكانته، سيكون في آخر فئة تحدد أو منظمة في نفس المنطقة. فالآن في جدة تقريبا عندهم 4 مجموعات، المجموعة فيها 20 فريق. السنة القادمة مع بداية إن شاء الله شهر محرم ستكون بحول الله رسالة التصنيف. بعد انتهاء الدورة سيكون الأولوية للمسجل والمبادر. رسالتي للجواب المشاركة، شكر لكم على ثقتكم في رابطتكم، لأنهم أنا رابطة منكم إليكم. شكر لكم في ثقتكم في الرابطة. إن شاء الله الرابطة رابطة الرئاسية لن تخذلكم، وبحول الله يعني الأيام القادمة أيام مفاجآت، أيام إنجازات، أيام إن شاء الله أخبار تعود لفرق الأحياء بكامل النفع وبكامل إن شاء الله التطوير وبكامل التدريب، وبحتى إن شاء الله سنصل إلى درجة المشاركات الخارجية. أسأل الله التوفيق لرابطة الرياض والأستاذ فهد البري، والجهد المميز للمجموعة اللي معه أعضاء مجلس الإدارة، الأستاذ محمد نسميهم المؤسسين، الأستاذ محمد المهرشي والأستاذ عاصم معتصم، والزملاء الذين كانوا يأتون من الرياض على سياراتهم في اجتماعات الرياض واجتماعات جدة واجتماعات الطائف واجتماعات الشرقية. شكرا للجميع، بعد الفضل من الرابطة الرئيسية من أعضاء مجلس الإدارة، وأسأل الله التوفيق ونحن معكم، وإن شاء الله سبحانه وتعالى القادم سيكون أحلى بحول الله والتوفيق إن شاء الله لكم. وأشكركم على الصواب وأشكركم